عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوات ناني عاملين ايه حبايب قلبي؟ الله يسعدكم يا رب ويعطيكم الصحة والسعادة والفرح والهنا كله. هنعمل النهاردة، ولادك طلبوا منك يجيبوا سندوتشات من بره، فانتي قلت لهم لا، السندوتش دلوقتي بقى غالي، طب ما انا اعمل لهم في البيت وافرحهم واحسسهم ان انا ايه، ان انا ما زعلتهمش وما جبت لهمش طلباتهم. فانت هتعملي برجر زي بره وهيبقى احلى، وكمان اللحمه هتجيبيها على ايدك تبقي ضمناها. طبعا اللحم المفروم اللي انا هعمله اليوم لحم مفروم، ما بيبقاش لحم صافي، لا لازم من 20 ل 30% بيبقى فيه دهن، من 20 ل 30%. تمام، دوت لحم بقري بتعمليه برجر وتفرحي ولادك. ويلا بينا نسمو بالرحمن ونبدأ الوصفة. ويا ريت اللي يشوف الفيديو يعمل قلب، يعمل كومنت، يعمل الصلاة على النبي، قولوا لي انتوا من انهي بلد بتتابعوني. وشكرا لكم حبايبي، والله يسعدكم جميعا يا رب العالمين. اول حاجة انا هعمل نص كيلو، انت عايزة تضاعفي الكمية دي حاجة يعني ترجع لك على حسب عدد الافراد الاسرة، او لو جايلك ضيوف او كده. تمام، اول حاجة جبت نص كيلو لحم مفروم، نص كيلو لحم مفروم. بحط عليه ايه بقى؟ بحط عليه معلقه توم باودر. معايا في الوصفه، بصي سهله خالص، شيلوا التوم الباودر ونجيب ايه، البصل الباودر، معلقه بصل باودر اهي، سهله وبسيطه. ومعلقه بقسماط اهي، معلقه بقسماط اهي، خلاص. بصي بقسماط ناعم. ومعايا زلال بضايه، زلال بضايه ممكن اخد نصه علشان ما يبقاش سايل معايا، انا خرمت البيضه من فوق كده ونزلتها. تمام، زلال بضايه اهو، اخدت زلال بضايه. وبعد كده هحط ايه بقى، ملح وفلفل ملح وفلفل وبهارات لحم. ثانيه واحده، هنحط الملح. بعد كده هديله بس كده ايه، يعني شعرة لا تذكر كده من من البابريكا او الشطة الحارة كده، تديها كده طعامة كده وحلاوة كده. تمام، وفلفل اسمر اهو، وكده بقت جاهزة معانا. وهنقعد نعجن بقى كده، بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قلبي عملت دول، وانا سبت اخر واحدة اوريكي عملت ايه. بتجيبي كيس تلاجة، انا ما كانش عندي فقطعت كيس عادي اهو. وعوزت ايدي زيت اهو، عوزت ايدي زيت شايفين. وبعدين بنزل كده، انزل بس انا كنت لابسه جوانتي اقسم بالله، بس قلت خلاص خلصت، نسيت ان انا بصور لك فيديو، سامحيني، فرميته والله. فاخر واحده بس انا بعملها اهو حبايب قلبي. هيقعدوا يقولوا لي بقى ضوافرك مش ضوافرك، انا اقسم بالله كنت لابسه جوانتي. تمام اهو، تمام. وبعدين تمسكي الكيس كده، طبعا انتي بتفرزيه بقى بالكيس ده، ما تشيلوش من الكيس ده علشان ايه، ما يلزقش منك، وتعرفي تطلعيه. بين كل واحده وواحده تحطي كيس، بين كل واحده تقطعي كيس التلاجة لاربع تربع. في كيس برجر بتتباع يعني، او في اكياس برجر عند بتوع الاكياس، وتعملي النص كيلو. عملوا بسم الله ما شاء الله 2 4 6 8 10 ونص. هتقولي لي يعني ايه ونص، هي جت كده بقى. تمام. بعد كده هحطه في صينيه اهي حبايب قلبي. حطيتهم، شلتهم من الفريزر، حطيتهم حوالي 5 دقايق ل10 دقايق، جمدوا معايا بصي ونشفوا اهم. ورحت حطاهم في صينيه مدهونه زبده. بعد كده هبقى مولعه الفرن على درجه حراره 200، وبحطهم في الرف الاوسط. تمام، حطهم واطلعهم لك حبايب قلبي. ودي كانت النتيجه النهائيه لوصفه البرجر بتاعنا، جربيها وهتعجبك جدا جدا جدا.